كان هناك رجل رزقه الله بولد، فلما بلغ هذا الولد 2 مات ابنه فحزن عليه، وبعد ذلك حملت زوجته وأنجبت له ولدا ثاني، وما بلغ سنة إلا ومات هذا الولد الثاني. الآن كم؟ 2 ماتوا ويدفنهم بيده. ثم رزقه الله ب4 بنات وراء بعض. كبرت البنات، أول واحدة تزوجت، فلما تزوجت وفرح بها وسعد بها أيضا ماتت وعمرها في العشرينات فدفنها. ثم زوج الثانية، فلما أنجبت له طفلة وفرح بها أيضا ماتت ودفنها. الآن 2 وولدين. ثم بعد ذلك البنت الثالثة ما بلغ عمرها 27 سنة إلا وتمرض وتموت ويدفنها. الآن 3 بنات وولدين. وبعد كل هذا الألم والمعاناة لم يبقى عنده إلا بنت، فيرزقه الله عز وجل بولد، فيتعلق بالطفل ويحب هذا الطفل حب شديد، وما أن بلغ هذا الطفل 1.5 سنة إلا ويموت ويدفنه أيضا. إذا دفن كم؟ 6، 3 أبناء و3 بنات. تعرف من هو هذا؟ هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كل من مات له حبيب، هل أنت خير من محمد عليه الصلاة والسلام؟ مات كل هؤلاء له. إذن ليس قضية الابتلاء أن الله عز وجل ينتقم منك، لا لا لا، لله حكمة فيما يأخذ ولله حكمة فيما يعطي. فهذا يجبر مصابك عندما تتذكر ماذا حدث للرسول صلى الله عليه وسلم.